الجاسوم أو شلل النوم هي حالة بتحصل خلال النوم أو الاستيقاظ. بيكون الشخص واعي كويس للي بيحصل حواليه بس مش قادر يتحرك أو يتكلم. خلال النوبة دي ممكن يتصاب الشخص بالهلوسة، بمعنى إن الشخص ممكن يحس ويشوف حاجات مش موجودة في الواقع، وده بيؤدي بالشخص للخوف والفزع، وكل ده بيحصل في أقل من بضع دقائق، وممكن تحصل للشخص مرة طوال حياته وممكن تحصل له بشكل متكرر. والحالة دي عشان تحصل للشخص مش لازم يكون بيعاني من مرض نفسي معين، بل بالعكس في أغلب الأحيان بتحصل للأشخاص الأصحاء أو اللي بيعانوا من النوم المضطرب، وممكن يبقى سبب وراثي بيتم تناقلها وراثيا في الأسر نتيجة لتغيرات وراثية معينة. وفي إحصائية بتقول إن من بين 8 ل 50% من البشر بيعانوا من الجاسوم أو شلل النوم في فترة معينة من حياتهم. حوالي 5% منهم بيحصل لهم نوبات بشكل متكرر، وبيكون بين الذكور والإناث بنفس المعدل. مؤخرا قدر العلماء اكتشاف بعض اسرار الاضطراب ده ووصفه بطريقه علميه، وده بعد معرفه مراحل النوم المختلفه وجميع التغيرات الحيويه اللي بتصاحب كل مرحله. وتتركز مرحله النوم الحالم اللي بتبدا عاده بعد 90 دقيقه من بدايه النوم او في الثلث الاخير من ساعات النوم وقت الاستيقاظ، وبتتميز بارتخاء لعضلات الجسم بالكامل ما عدا عضلات الحجاب الحاجز وعضلات العين الخارجيه، وخلالها بيتعرض الشخص لاحلام واضحه غالبا بتكون نتيجه لنشاط ذهني مليان بالاحداث. السبب اللي بيؤدي لدخول الشخص في نوبات الجاسوم أو شلل النوم هو تحوله من مرحلة النوم الحالم لمرحلة النوم غير الحالم، وبعد كده الاستيقاظ ووعيه باللي بيحصل حواليه، إلا إنه مش ممكن التخلص من خاصية الارتخاء العضلي الكامل اللي بتميز النوم الحالم، وده بيؤدي لشعور الشخص بالتوتر والرعب الشديد نتيجة لرؤية بعض الظواهر المخيفة، وإحساسه بالعجز والاختناق وعدم القدرة على الكلام ولا الحركة. وبتتراوح مدة نوبة شلل النوم ما بين ثواني قليلة لعدة دقائق، بتنتهي بمجرد عودة القدرة على الكلام والحركة، وبعدها بيستيقظ الشخص في حالة رعب وخوف لدرجة البكاء، وده بسبب شعور الشخص إنه كان بيحتضر. أولا بيتم ملاحظة نوبات شلل النوم في سن المراهقة، بالرغم من إنها بتصيب الجنسين في جميع الأعمار، وممكن الاضطراب في النوم الحالم إنه يصيب عدة أشخاص في عيلة واحدة بصورة مستمرة. في أبحاث بتقول إن ممكن يكون لها علاقة بالجينات، وفي عوامل كتيرة بتساعد على حصول النوبات دي، واللي بيعتبر الحرمان من النوم أهم أسباب الإصابة بشلل النوم، نظرا لقلة الارتخاء العضلي وزيادة مرحلة النوم الحالم اللي بيتميز بها الأشخاص اللي بيعانوا من الحرمان من الساعات الكافية من النوم، زي الناس اللي بتتعمد السهر لساعات طويلة بدون ما ياخد ما يكفيه من النوم. ده غالبا بيبقى بسبب ارتباطات الشخص العلمية والاجتماعية، وكمان التوتر الزائد ووضعية النوم على الظهر والإصابة ببعض المشكلات النفسية بيعتبروا من أخطر العوامل المسببة في الإصابة بشلل النوم. وكمان التوقف المفاجئ في تناول الأدوية اللي بتظبط النوم ممكن تؤدي للظهور المتكرر لحالة الجاسوم أو شلل النوم. شلل النوم علميا هو حالة بتتميز بشلل مؤقت للجسم بعد الاستيقاظ من النوم، وبتتسمى من الناحية الفسيولوجية هيبنوبومبيك باراليسيس. وبيحصل الشلل لما بيستيقظ المخ من النوم بس الشلل الجسدي لسه مستمر، وده بيخلي الشخص واعي تماما بس مش قادر يتحرك ولا يتكلم. وغالبا بيعتقد الشخص اللي بيتعرض للنوبة دي انه بيحلم، لان فعلا الشعور مشابه لشعور الشخص اللي بيحلم، وبيصاحب النوبة دي شعور الشخص بالهلوسة، فبيشوف حاجات خيالية شبيهة باللي بيشوفها في الأحلام. الحقيقة إن شلل النوم ما بيعتبرش مرض خطير ولا حاجة، ولا حتى في دليل على خطره المباشر أو تسببه في الوفاة، نظرا لاستمرار أداء عضلة الحجاب الحاجز واستقرار وظيفة التنفس ونسبة تشبع الدم بالأكسجين. عشان كده معظم حالات نوبات شلل النوم مش بتحتاج لعلاج محدد، لأن معظمها بيكون نادر الحدوث. كل ما يحتاجه هو تهدئة المصاب والشرح له طبيعة الاضطراب، بس مع تكرار حدوث النوبة بشكل مستمر ده بيؤدي لتوتر الشخص حتى خلال النهار وقلقه قبل ساعات النوم وخوفه المستمر للتعرض للنوبة مرة تانية، وده بسبب الأرق المزمن. في الحالة دي لازم زيارة الطبيب لحل المشكلة. بيعتبر الجاسوم في الإسلام هو أحد أنواع الجن، وهو الشيطان الخانق اللي بيجي بالليل وبيقبض فوق قلب الشخص النايم، خاصة في فترة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وده بيرجع لانتشار الشياطين في الوقت ده. والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول إن الوقت ده بيظهر على قرون الشيطان، وكان العرب بيعتقدوا إن الجاسوم هو الجن اللي بيعتدي على البشر خلال فترة نومهم عن طريق الضغط على صدورهم وخنق أنفاسهم، زي رؤية وسماع أصوات غريبة ومخيفة غير موجودة في أرض الواقع. والعرب قديما قسموا الجاسوم لأربع أنواع. في الغالب بتكون حالات الجاسوم نتيجة لمس شيطاني، إن الجن بيظهر عشان يرهب الشخص الممسوس وبيثبت ليه إن هو القوة المطلقة والمسيطرة، وحتى مع استمرار الشخص في الرقية وحماية نفسه من الاضطراب ده إلا إن الرهبة بتفضل مستمرة. أما النوع الثاني فهو الجاسوم اللي بينتج من تسليط جن عاشق للرجل أو المرأة، وكل ما يحاول المصاب إنه ينام بيجيله الجاسوم ويسيطر عليه. في نوع تاني بيحصل في الأسر اللي بيعاني أفرادها من الجاسوم بشكل مستمر. النوع ده غالبا بيصيب معظم أفراد العيلة، وبيرجع سبب في وجود بعض أنواع السحر في البيت، فبيكون الجاسوم مأمور إنه يأذي كل اللي في البيت. بالنسبة لعلاج الجاسوم فهو بيعتمد على سلوك حياة الإنسان ونظام معيشته، زي مثلا اتباعك لسلوك حياة صحي كانتظام مواعيد النوم والاستيقاظ مبكرا وممارسة الرياضة، ده بيحميك بشكل كبير من التعرض لنوبات شلل النوم أو الجاسوم. وكمان علماء الإسلام حذروا من كثرة النوم على الظهر، وده إسنادا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت لفراشك فتوسد يمينك.